هو انت بتاخد قرارات غلط علشان انت فقير، ولا انت فقير علشان بتاخد قرارات غلط؟ السؤال ده يا صاحب الانسان في ناس كتير بتتخانق عليه بقالها سنين. فريق منهم بيقول ان الفقر بيخلي الواحد يدوب يقدر يشوف تحت رجله بالعافية، وفريق تاني بيقول لا، الناس فقيرة لانها بتقرر غلط. بس يمكن الفريقين غلط، لان في حقيقة اغرب بكتير من الكلام ده. حقيقة بتقول ان انت احيانا بتدفع اكتر علشان ما عندكش فلوس كفاية تخليك تدفع اقل. وده ولا هو لغز ولا هو مثل شعبي، دي حاجة تقدر تشوفها بعينك. وفي اقرب سوبر ماركت ليك هتلاقي ان الفقير دايما بيدفع اكتر من الغني، حتى وهو بيشتري نفس الحاجة من نفس المكان وبنفس الجودة. والاغرب من كده انه هو بيدفع الزيادة دي بيكون فاكر ان هو كده بيكسب او بيوفر. صاحب الانسان، المعادلة دي مش بره المنطق بس، دي بره قوانين الرياضيات اللي احنا كلنا اتعلمناها في المدارس. بس علشان نفهم اللغز ده لازم نراقبك وانت واقف في السوبر ماركت قدام مثلا رف المنظفات. هتلاقي في اتنين واقفين، الاول سحب عبوه كبيره ب 300 جنيه، والتاني خد كيس صغير ب 15 جنيه. ظاهريا في اللحظه دي التاني وفر 285 جنيه. الحقيقه مرعبه ان صاحب ال 15 جنيه ده اشترى نفس المنتج باعلى سعر ممكن ليه على الرف. هو ما كسبش ولا وفر، هو دفع ضريبه خفيه في الاقتصاد السلوكي اسمها علاوه الفقر. والمرعب يا صاحب الانسان انك بنسبة 90% بتدفع نفس الضريبة دي حالا في حياتك، وبأشكال تانية كتير انت فاكرها ان هي قمة التدبير والذكاء. اللعبة دي هي السبب الأساسي انك لسه واقف في مكانك مهما عافرت. ليه عقلك وهو شايف الحسبة دي بيجبرك انك تاخد القرار اللي يخسرك برضه. هي الناس هنا مش خسرانة لانها غبية ولا ما بتعرفش تحسب، الناس بتاخد قرارات منطقية جدا داخل لعبة مصممة اصلا ضدها. انا مش جاي اقول لك النهارده ازاي تحوش لك قرشين، انا جاي اديك اللغز اللي بيخليك تدفع الضريبه دي وانت مش حاسس. والاهم من كده هعلمك ازاي تقلب الترابيزه على اللعبه دي وتوقف النزيف ده. واذا كنت فاكر ان الموضوع مجرد سوء اداره فلوس، فالدراسه الجايه دي خلت علماء نفس واقتصاد يعيدوا التفكير في ان ازاي اصلا العقل البشري ده بيشتغل. في دراسة مذهلة عملتها جامعة هارفارد بالتعاون مع برينستون، الباحثين هنا قرروا يروحوا يدرسوا المزارعين بتوع قصب السكر في الهند، لأن المزارعين دول طبيعة شغلهم غريبة، بياخدوا فلوس مرة واحدة بس في السنة بعد الحصاد، وبيكونوا أغنياء جدا لمدة شهر، وباقي ال 11 شهر الموضوع متفاوت لحد لما بيعدي 7 8 شهور كده وبيكونوا فقراء جدا. العلماء عملوا لهم اختبارات ذكاء وقدرات عقلية، بس عملوا لهم الاختبارات ديت في الفترتين، مرة وهم أغنياء ومرة وهم فقراء، والنتيجة كانت صدمة. تخيل معايا نفس الشخص بنفس الجينات بنفس التعليم، ذكائه وقدرته على اتخاذ القرارات بتنزل بمقدار 13 نقطة تقريبا في الاي كيو بتاعه. وده في الفترات اللي بيكون فيها مزنوق او فقير او معهوش فلوس. واللي مش فاهم يعني ايه 13 نقطة، 13 نقطة دول هم نفس الفرق العقلي بين الشخص الطبيعي والشخص اللي صاحي من النوم بقاله 24 ساعة ما نامش لحظة. وبرضه هي نفس الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص اللي هو مدمن على الكحول وبيكون في حالة غياب عن وعيه. فالفقر مش مجرد نقص في المحفظة بتاعتك، الفقر بيعيد برمجة السوفت وير اللي جوه دماغك. لما الفلوس بتقل المخ مستحيل يشتغل بطبيعته، بيتحول فجأة لوضع الطوارئ، بمعنى ان دماغك هنا بتبدأ تتعامل مع المستقبل كأنه رفاهية ومش وقتها. فالجهاز العصبي بيروح قافل لك الأنظمة اللي هي مسؤولة عندك عن الصبر والتخطيط للمدى الطويل وحساب العواقب، وفي المقابل جزء النجاة الفورية هو اللي بيكون سايق الدركسيون بتاع دماغك. علشان كده بقى لما بتتحط بين اختيارين، تشتري عبوة ب 300 جنيه تكفيك شهرين وتوفر لك على المدى الطويل، ولا تدفع 15 جنيه دلوقتي تعدي بيها اليوم، هتلاقي عقلك اللي واقع تحت ضغط بيصرخ فيك، يقول لك يا عم هات ال 15 جنيه دول وخلينا نعدي النهارده ولما يجي بكره ربنا يفرجها. المخ هنا مش غبي، المخ هنا مستنزف وعايز يطفي الحريقه الحاليه باي طريقه. استنى يا عم، ده في سؤال هنا مهم جدا، هي اصلا ليه العبوه الكبيره ارخص؟ وليه البنك بيدي فوائد اقل للغني؟ وليه شركات التامين والتقسيط بتدلع اللي معاه فلوس؟ هل العالم ده شرير ومعمول مخصوص ضد الفقراء؟ الحقيقه يا صاحب الانسان هي معقده شويه. السوق ما بيكافئش الاحتياج، السوق بيكافئ حاجه واحده بس، انخفاض المخاطر والامان. يعني ايه الكلام ده يا عم تيتو؟ الغني بالنسبه للنظام البنكي والشركات والحاجات دي يعتبر زبون لقطه او زبون مطمئن، بيشتري بكميات اكبر فتكلفه شحنه وتغليفه اقل، مش بيأخر اقساط، فالمخاطره بتاعته صفر، فالشركات تبتدي تتخانق عليه علشان تديله عروض وتنزله في السعر. اما انت بقى يا صاحب الانسان حياتك كلها ماشيه على الحافه، يا دوب ماشيه بالعافيه، فالسيستم بيشوفك ويشوف اللي زيك مخاطرة عالية، ممكن ما يسددش، ممكن يتعثر، فعشان السيستم يأمن نفسه ضد المخاطرة دي بيبتدي يرفع عليك السعر والفايدة. يعني الشخص اللي بيكون أقل قدرة على الدفع
دايما هو اللي بيطلب منه اكتر علشان يحمي ارباح الشركات من المخاطره. وهنا بنوصل لقصه عبقريه كان كتبها الكاتب تيري براتشيت في نظريه اقتصاديه ساخره اسمها نظريه الاحذيه. بيقول لك ايه بقى براتشيت؟ تخيل اتنين، الاول غني معاه سيوله فراح اشترى جزمه جلد طبيعي محترمه ب 200 دولار. الجزمه دي جودتها عاليه وبتعيش. الشخص التاني على قد حاله مش معاه ال 200 دولار كاش، فبيجبر على انه يشتري جزمه رديئه ب 20 دولار بس الجزمه دي بتبوظ منه وتتقطع بعد شهر ولا حاجه، فبيضطر يشتري غيرها وغيرها وغيرها. بعد فتره صاحبنا التاني اللي ما كانش معاه يشتري الجزمه الغاليه هيكون دفع تقريبا نفس ال 200 دولار او يمكن اكتر كمان، بس دفعهم تقسيط مريح على جزم بتدوب وتبوظ. انا عارف انت بتفكر في ايه دلوقتي يا صاحب الانسان. هتقول لي يا عم تيتو وانا ايه اللي يجبرني اعيش بجزمه واحده طول عمري؟ ما التاني كده كسبان احسن، على الاقل كان كل شويه بيغير الجزمه ولونها وشكلها، انما الاولاني اشترى جزمه واحده بس وخلاص اتثبت على كده. الحسبه بتاعتك دي تبان صح لو احنا هنا بنتكلم على موضه ودلع، بس شيل الجزمه من حسبتك خالص. يعني المقصود مش هي بالشكل الحرفي، المقصود هو بيزنس الحاجات الرخيصه اللي بتدوب. يعني مثلا الغني لما ضرسه بيوجعه بيروح لدكتور سنان شاطر مره واحده يعمل حشو عصب نضيف يعيش معاه طول العمر، انما الفقير او المزنوق يفضل ياخد مسكنات ويروح يعمل حشو رخيص يقع منه ويروح تاني يعمل ويقع تاني، وبيدفع تقريبا نفس الرقم في الاخر بس بعد ما يكون خسر ضرسه وصحته ونفسيته في النص. الفكره يا صاحب الانسان ان السيستم بيجبرك تدفع نفس الرقم بس على المدى الطويل. انت كده كده هتدفع، بس كمان لما بتدفعه على المدى الطويل بتاخد جودة اقل وبعدالة اكتر. ولو انت فاكر ان الموضوع واقف عند محلات الاحذية والسوبر ماركت بس، لا صح معايا كده يا صاحب الانسان. تعالى بقى شوف الفاتورة المرعبة اللي بجد، فاتورة العمر والوقت. تعالى كده معايا نراقب رحلة صاحب الانسان ده وهو راجع من الشغل. هو ساكن في شقة ايجارها رخيص بس في اخر الدنيا، لا اما في حتة ما يعلم بها الا ربنا، وبتكون دايما بعيدة قوي عن مراكز الشغل والخدمات. هو فاكر كده انه بيوفر في الايجار، بس الحقيقه هو بيدفع الفرق كل يوم من عمره وصحته والفلوس بتاعه المواصلات بتاعته. ساعات ضايعه في الزحمه والازعاج كان ممكن يستغلها في تطوير مهاره، كورسات تجيب له دخل حقيقي، قرايه كتاب، يقعد مع اهله. بس كل ده ما حصلش لان هو واقف مستني المواصله بتاعته، والمواصله تتاخر ويجي غيرها ويركب وتبقى زحمه. بدأ يدفع الفاتوره الحقيقيه، ساعه رايح وساعه راجع، اقل حاجه ساعتين كل يوم، 60 ساعه في الشهر. يعني تقريبا شهر كامل كل سنة بيضيع من عمره وهو واقف على رجله على الأسفلت. وفجأة السؤال يتغير، هو الإيجار كان أرخص فعلا ولا هو دفع الفرق بس بطريقة تانية؟ لا ولسه اصبر معايا، لأن صاحب الإنسان الحمد لله أخيرا وصل البيت مرهق ومستنزف وما عندوش طاقة يفكر ولا يعمل أي حاجة. طاقة الإرادة عنده بقت صفر. هو دلوقتي مش عايز نصايح في التخطيط المالي، هو عايز مكافأة صغيرة تحسسه إن يومه كان ليه معنى. يفتح الموبايل بتاعه يلاقي اعلان شاشه جديده، ادفع 500 جنيه بس في الشهر. وهنا بقى بتحصل الحركه الاخطر في السايكل دي كلها. هو ما بيبصش على ال 16000 جنيه اللي هيكون دفعهم في الاخر بالفوائد، هو مش شايفهم اصلا. هو شايف ال 500 جنيه اللي في ايده دلوقتي، شايف الراحه الفوريه، شايف الاحساس المؤقت انه اخيرا جاب حاجه لنفسه زي بقيه البشر. هو ما بيشتريش الشاشه، هو بيشتري شعور مؤقت انه اخيرا كسب جوله حتى لو هو خسران الحرب كلها. المهم يا صاحب الانسان، ازاي نخرج من الدايره دي لو كانت اصلا خياراتنا مكسوره ومحدوده؟ بص، مفيش عصايه سحريه وفيديو على النت مش هيخليك تصحى الصبح مليونير، بس في خطوات لو عملتها هتوقف النزيف ده فورا. السفينه اللي بتغرق ما بتكونش محتاجه موتور اقوى، بتكون محتاجه انك تسد مكان التسريب الاول. وعلشان نسد المكان ده، اول حاجه اياك والقرارات اللي بتكون تحت ضغط مالي شديد. أجل أي قرار هيضيف عليك التزام شهري جديد أو قسط، ما تقسطش. وافتكر إن القرار اللي أنت بتاخده وأنت مضغوط ما بيكونش أنت العاقل اللي بيقرر، لأن الضغط وقتها بيخليك تركز على النجاة الفورية وبتقلل أهمية العواقب البعيدة. والقرار ده مش هيطلعك لفوق، ده هيطفي لك حريقة تافهة دلوقتي بس هيولع في مستقبلك بعدين. تاني حاجة، احمي مساحتك العقلية. أخطر حاجة الضغط والفقر بيسرقوها منك هي الانتباه والتركيز. علشان كده حاول تقلل عدد الحرائق اليومية، رتب فواتيرك، اكتب التزاماتك كلها كده في ورقة، خطط لمصاريفك الأساسية قبل ما الأزمة تحصل عشان تخطط لها بوعي وهدوء. وانت ما بتعملش الحاجات دي علشان تبقى غني، انت بتعملها عشان ما تسيبش دماغك شغالة 24 ساعة في وضع طوارئ، لأن طول ما عقلك مرهق هيشوف تحت رجليه بس، أما العقل الهادي زي ما قلت لك بيشوف السنة كلها. تالت حاجة، بص أو اتبع التكلفة الخفية. اسأل السؤال اللي أي شركة بتخفيه عنك على طول، إيه اللي هدفعه بعد كده؟ مش بكام دي دلوقتي، لأن في حاجات بتبان رخيصة وسهلة جدا دلوقتي لكن بتسرق منك وقتك وصحتك وقراراتك على المدى البعيد. ادرس فين الضريبة الخفية، لأني والله صدقني
أرخص حاجة في الأول بتكون هي أغلى حاجة بتدفع تمنها من عمرك بعدين. بس قبل ما تقفل الحلقة في فخ أخير لازم تنتبه له، إنك بعد ما تفهم اللعبة تفضل تعاقب نفسك على الجولات اللي أنت خسرتها. اوعى تجلد نفسك على كل قرار غلط أنت خدته. اللي حصل حصل، وديك عرفت إن القرارات دي كان بسبب الظروف والضغط اللي أنت فيه. المشكلة مش في إنك أخطأت، المشكلة إنك تفضل تكرر نفس الخطأ بعد ما أنا كشفت لك الفخ ده بيتنصب لك إزاي. في النهاية يا صاحب الإنسان، يمكن أغرب حاجة في ضريبة الفقر إنها مش بتاخد منك فلوسك الأول، هي بتاخد منك اختياراتك، وبعد ما اختياراتك تقل تاخد منك فلوسك. وأول خطوة للخروج من الفخ ده إنك تشوفه وهو شغال، لأن الحاجة الوحيدة الأخطر من اللعبة إنك تلعبها من غير ما تكون عارف القواعد بتاعتها. أنا تيتو، ودي كانت رحلة وعي.